كلمة لمصر وكلمة للشباب، وأتمنى إن أنتوا تستوعبوا. ومعانا رسالة من الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ وائل عباس، اسمعوها. هطلع فاصل وارجع لكم تاني. الناس اللي نازلة تتظاهر دي نازلة تتظاهر على ايه وضد مين؟ نازلة تتظاهر ضد القيادة السياسية اللي كان عندها بعد نظر واستشعار بأزمة عالمية وبنت صوامع خزنت فيها قمح وغلال. القيادة السياسية اللي كان ممنوع علينا زراعة القمح وابتدت تزرع ملايين الأفدنة بالقمح. القيادة السياسية اللي منعت استيراد سلع ممكن تتصنع في مصر وعملت لها مصانع كتير وشغلت ايد عاملة كتير. نازل تتظاهر ضد مين؟ نازل تتظاهر ضد قيادة سياسية عرفت ترسم حدودك البحرية وتستخرج غاز من حقل زي حقل زهر، وابتدت تصدر غاز بعد ما كنا بنستورد غاز يدور محطات الكهرباء. انتوا نسيتوا أزمة الكهرباء لما كانت الكهرباء بتقطع كل نص ساعة. احنا النهاردة بنصدر فائض في الكهرباء. النهاردة عندنا أراضي مستصلحة. النهاردة عندنا مجتمعات عمرانية جديدة قضينا على العشوائية. النهاردة عملنا حاجات كتيرة قوي، بطلنا ترع، شقنا طرق، عملنا شبكة طرق ما كانش عندنا بنية تحتية، وعملنا شبكة طرق عالمية ربطت الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. كل ده في ظل محاربة الإرهاب. الرئيس كان بيحارب بسيف وبيبني بسيف. انتوا ناسيين ان داعش دي وقعت دول كتير. انتوا ناسيين ان لولا ابطالنا ابطال القوات المسلحه ودماء الشهداء كانت سينا راحت مننا. انتوا مش شايفين بلاد زي العراق وسوريا واليمن وليبيا وقعت ازاي؟ انتوا ناسيين ان لو مصر وقعت تقع المنطقه العربيه كلها. انتوا نازلين تتظاهروا ضد مين؟ ضد راجل قبل بمهمه صعبه الجبال ما تقدرش تشيلها. ده بدل ما تقولوا له متشكرين، ده بدل ما تقولوا له كلنا وراك، ده بدل ما تقولوا احنا نصبر طالما انت صابر. اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه؟ اللي بيقول لكم انزلوا ده قاعد بره في دولة غربية، قاعد بيقبض، قاعد في فندق، قاعد مرتاح، قاعد مرفه، وعايزكم انتوا تنزلوا عشان يبقى رد الفعل انتوا اللي تحملوه. يا ريتكم هتغيروا حاجه من اللي موجود. اللي موجود مش هيتغير الا بجهد، مع الجهد المبذول. مصر مش هتطلع خطوه قدام الا بايدينا كلنا، في ايدين بعضينا. خليكوا ورا الراجل المحترم المخلص اللي قاد البلد في ظل. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وزي ما سمعنا الكلام الجميل وبنشكر الكاتب الصحفي الاستاذ وائل عباس، وبنشكركم ايضا مشاهدينا على حسن الاستماع، وانتظرونا في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا انت تقدر.